5 أساطير خرجوا من أنديتهم بطريقة لا تليق بهم. اللاعب الخامس أسطورة ريال مدريد إيكر كاسياس، يلي بآخر فتراته واجه صافرات استهجان بسبب هبوط مستواه وتقدمه بالعمر، وهالشي خلى الثعلب بيريز يستغني عن كاسياس بدون وداعية تليق بأحد أساطير النادي. اللاعب الرابع توتي، ويعرف في قديم الزمان إذا شخص بده يعبر عن وفائه للثاني بيقول له سأكون لك فرانشيسكو توتي، ولكن وفاء توتي واجهه مدربه سباليتي باستبعاده ليصير حبيس الدكة وبالنهاية يعتزل توتي. اللاعب الثالث لويس سواريز، واللي تلقى مكالمة هاتفية من مدربه ببرشلونة رونالد كومان مدتها دقيقة واحدة: ألو سواريز، نحن استغنينا عن خدماتك، شوف لك شي نادي ثاني. اللاعب الثاني كريستيانو رونالدو، واللي خرج من النادي بدون وداعية تليق بأحد الأساطير بسبب خلاف مع رئيس النادي بيريز مشان الراتب، ومن يومها كتب على جدران إسبانيا: سيغفر الله للجميع إلا لبيريز. اللاعب الأول، ويمكن سرعت شوي، يمكن ما بعرف، هو خروج المو صلاح من ليفربول بسبب خلافه مع أرني سلوت. قبل ما تضوج علي وتقلي يا هادي لسه الفرعون المصري ما مشي من ليفربول، ولكن بعد كأس أفريقيا رح يسلم أوراقه ويمشي. هذا الكلام مجرد اجتهاد شخصي مني، ولكن بسبب عقلية صلاح شايف السيناريو بنسبة 99%. طيب انت شو رأيك؟